الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبابنا الكرام. معنا اليوم قصة جميلة قصيرة عن السلطان عبد الحميد رحمه الله، السلطان الذي حج سرا. يعد السلطان عبد الحميد الثاني أول سلطان عثماني يذهب سرا إلى الحج، ويشرح هذا الأمر في مذكراته الذي لا يعرفه أغلب الناس حتى الآن. شخص كان يعمل مرشدا للحجاج في مكة والمدينة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فيقول: كان موسم الحج قد بدأ، فذهبت لألقى الحجاج الذين يفدون من كل أنحاء العالم إلى الحج بصفتي مرشدا للحجاج، ولأنني تأخرت بعض الشيء فلم أجد يبقى لي أحد أرشده. وفيما كنت أقف يائسا سألني أحد الأتراك الذي بدا وكأنه شخص بسيط، اعتقدت أنه ليس غنيا بالقدر الكافي وبالنظر إلى ما كان يرتديه على رأسه، فقال لي: أيمكنك أن تعمل لدي مرشدا في الحج؟ ونظرا لحاجتي قبلت اقتراحه مع قناعتي بأنني لن أحصل منه على الكثير، وفكرت في عائلتي وحاجتي إلى الإنفاق عليها، فبدأت عملي معه وكنت دليله طوال فترة الحج. وفي النهاية انتهى موسم الحج وجاء وقت الرحيل، فطلبني ذلك الشخص الذي لم يتحدث كثيرا طوال فترة الحج، والذي بدأ من سلوكه أنه إنسان طيب، وقال لي: خذ هذا المظروف ولا تفتحه حتى أغيب عن عينيك، واذهب به فورا إلى الوالي في مكة. وأخذ مني وعدا جادا بألا أفتحه إلا بين يدي الوالي. فذهبت من فوري إلى مكة وطلبت مقابلة الوالي، فلما أذنوا لي بالدخول وقفت بين يديه وقلت: سيدي الوالي، هذا المعذروف أعطاني إياه شخص لا أعرفه، كنت مرشدا له طوال فترة الحج، وأخذ علي العهد ألا أفتحه إلا بين يديك، وما أن فتحته حتى نهض الوالي على قدميه وقال بدهشة: ختم السلطان عبد الحميد. فتحجرت في مكاني من شدة استغرابي وتساءلت في نفسي: هل هذا الذي كنت دليله طوال فترة الحج هو خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد خان؟ وكان داخل الرسالة أمرا إلى الوالي بأن يعطيني دارا كبيرة، وأن يخصص لي ولأبنائي معاشا مدى الحياة. وعند سؤال الخليفة عن سبب ذهابه للحج وحيدا أجاب: أنا أقف ببيت الله كعبدا له، وأحج إليه وأنا صاغرا له، خاشعا خائفا متذللا، لا ملكا ولا خليفة أو حاكم، فمن أنا أمام الله؟ فأنا عبد وخادم لملك الملوك، الحج نية صادقة. وهذا من كتاب مذكرات عبد الحميد الثاني، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم. فعلا السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كان خليفة صالح ورجل صالح، ويعني له مناقب كثيرة، ولقب بالسلطان المظلوم لأنه خلعوه من حكمه ومن خلافة المسلمين قهرا بتآمر الخونة وبتآمر الأعداء وبتآمر الكفار عليه. وحولوا بعد يعني من انتهت عهده من تركيا، من كانت خلافة إسلامية ودولة مسلمة، إلى دولة علمانية، وقادها كمال أتاتورك إلى العلمانية للأسف الشديد. فالسلطان عبد الحميد يعني له مناقب عظيمة جدا، ونحسبه من الصالحين ولا نزكيها على الله، رحمه الله رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين.